عليكم. اهلا بيكم في فيديو. النهارده هنعمل معانا الطاقية دي، طاقية مربعات لجرانيه. بس احنا بدايتنا هنا هنبدأ في مربع، وبعدين من بعد ما نخلص المربع الطول اللي احنا عاوزينه هنعمل هنشكلها وهتبقى كده دائرة، لانه احنا في العادة بنعمل الطاقية بدوائر كده. المرة دي احنا هنعملها في غرزة مربعة، واحدة مربعة كده بتاعت الجرانيه، وبعدين من بعد ما احنا نوصل للطول المطلوب هنبقى نوقف الزيادة، ولما ننزل بالطاقية هتبقى معانا في الشكل ده. انا هستعمل ابرة 4 مليمتر. هاخد خيط تخين شوية، مش قوي كده، متوسط التخن، وهبقى ابدأ ب4 سلسلة. 1 2 3 4، وهقفل منزلقة في اول غرزة. احنا هنبدأ نعمل اول دور في المربع. انا هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، هلف الخيط على الابرة، وداخل الفراغ هنا هعمل عمود بلفة كده. اول 3 سلاسل هنعتبرهم اول عمود، وده تاني عمود، والتاني هنعمل كمان عمود بلفة. بقى معانا 3 عمود بلفة، هنعمل بينهم غرزة سلسلة، وتاني هنعمل 3 عمود بلفة داخل الدائرة هنا. 1 2 3، غرزة سلسلة، وتاني 3 عمود بلفة. غرزة سلسلة. احنا هنعمل 4 مربعات. 1 2 3 سلسلة، وهقفل في اول 3 سلاسل ابتديت بيهم، وكده اتشكل عندنا المربع. وده كان الدور الاول. احنا هنشد الخيط من هنا. انا شديت الخيط هنا عشان اقفل الفراغ اللي كان موجود. هقص الخيط دلوقتي. هبدأ في الدور التاني هنعمل هنا الزيادة. انا هعمل الطاقية دي لسنتين ل3 سنين او 4 سنين كمان ينفع. فهرتفع 1 2 3 سلسلة، وهدخل في الفراغ اللي قبليه اللي على اليمين هنا، وهعمل عمود بلفة. احنا دلوقتي عمليا بنعمل مربع لجرانيه. هنعمل سلسلة، وفي السلسلة اللي كانت بين المربع ده والمربع ده احنا شغلنا هيبقى كده على الفراغات. الفراغ اللي بين المربع والمربع اللي هو سلسلة، هنعمل 3 عمود بلفة، 2 3 وسلسلة. وفي نفس الفراغ هنعمل تاني، لانه انا بزود هنا، هنعمل تاني 3 عمود بلفة، 2 3. هعمل تاني سلسلة، وفي الفراغ اللي بعديه بين المربع ده وده هعمل تاني 3 سلسلة، عمود، 3 سلسلة بنفس الفراغ. ادي 3 سلسلة وبنفس الفراغ هنا. احنا عمليا هنا بنزود بكل فراغ 2 3. وهنعمل هنا تاني. انا من بعد ما عملت هنا في كل الفراغات
فاضل المربع الاخير اللي هو بداية الشغل. هنعمل سلسلة، واحنا هنا عملنا 3 عمود، هنعمل كمان 3 عمود وبينهم سلسلة عشان نكون المربع ونقفله، وبكده نكون زودنا بكل الفراغات. 2 3 سلسلة، وهنقفل بمنزلقة، وكده اتكون عندنا الدور التاني. وهنا الزيادة. دلوقتي هنعمل السطر التالت، 1 2 3. ودايما شغلنا البداية هيبقى من اليمين. هنعمل كمان 2 عمود، ومعانا هنا 3 سلاسل يبقوا 3. هنعمل سلسلة، والفراغ اللي بعديه هنعمل 3 عمود بس. 1 2 3 سلسلة، وهنا في اللي بعديه اللي احنا زودنا بيه هنزود بيه تاني عشان المربع يكبر معانا. 1 2 3 سلسلة، وتاني في نفس المربع هنعمل 1 2 3 سلسلة. في الفراغ اللي بعديه هنعمل 3 عمود بلفة بس. 2 3. وبين كل مربع ومربع ما ننساش نعمل السلسلة دي اللي هي هيكون شغلنا كلها معتمد عليه. وتاني هنا هنزود 1 2 3 سلسلة، وفي نفس المكان هنعمل تاني 1 2 3 سلسلة، وهكمل كده لغاية ما اقفل السطر. من بعد ما قفلنا الدور احنا بقى عندنا هنا 3 سطور، 1 2 3. الاتنين دول اللي فيهم الزيادة. هنعمل كمان دور واحد. احنا هنا قفلنا الدور، وهنعمل زيادة تاني كمان سطر واحد، وهنكتفي في الزيادة. وبعدين هوريكم هنعمل ايه. 1 2 هنعمل مربع واحد، سلسلة، وهنا فين الزيادة. احنا دايما نزود، لو عايزين نزود هنزود في المربع ده. يعني لو عايزاها لسن اكبر هتعملي كمان دور، لو عايزاها لسن كبير لسيدات يعني هتزودي كمان دور حسب انت الطول. هنعمل هنا الزيادة 1 2 3. انا شفت فيديوهات كتيرة بيحسبوها بالسنتيمتر وكده، بس انا بقيس على بناتي، والصراحة مش كله بيبقى مظبوط. انا بشوف انه التزويد يعني 3 سطور كده كفاية، وهيكون لسن 3 سنين و4 سنين كمان. وهنكمل عادي هنا مربع مربع تزويد، مربع مربع تزويد لغاية ما نقفل السطر كله. دلوقتي من بعد ما قفلت السطر الرابع اللي احنا زودنا فيه هو 3 سطور اللي هم 1 2 3، وانا هكتفي ده في السطر ده. وانا هوريكم انه هنا لو قسنا هيطلع معانا قطر، يعني زي كأن قطر المربع هو 10 سنتي ونص، وده كفاية قوي لسن من 2 لغاية 4 سنين. لو عايزة لسن أكبر
لسن 5 سنين 6 سنين 7 سنين هتزودي كمان سطر واحد بس. لو عايزاه للستات هتزودي كمان سطر عليهم وبس. وبكده هنبدأ دلوقتي من غير ولا أي زيادة، هنعمل مربعات عادية. هنطلع 1 2 3، وهنا على اليمين هنعمل تاني 1 2، ادي أول مربع سلسلة. دلوقتي في كل الفراغات هنعمل مربع واحد بس، ومكان الزيادة اللي هنا برضو هنعمل مربع واحد بس لغاية ما نوصل طول الطاقية اللي احنا عاوزينه. ادي 3 وكده. في الفراغ ده برضو 1 2 3 سلسلة. الفراغ اللي بعديه 1 2 3 سلسلة. وهنا مكان الزيادة مش هنعمل زيادة تاني، خلاص هنعمل مربع واحد بس عشان الشغل يبدأ يلف معانا ويشكل لنا الطاقية. 3 سلسلة. وهكمل بقى عادي 1 2 3 سلسلة. وهكمل عادي في كل الفراغات هعمل مربع 3 عمود بلفة وبينهم سلسلة. وهنا ما ننساش مكان الزيادة هنعمل بس 3 عمود بلفة لغاية ما نقفل الدور. وانا هكمل هنا وهرجع له. انا هنا قربت على نهاية الدور، عملت سلسلة، وفي الفراغ ده الاخير هعمل 3 عمود بلفة اللي هو المربع. دلوقتي هعمل سلسلة وهقفل على طول، لانه هنا مكان الزيادة احنا مش عايزين زيادة هنا، خلاص احنا بقية السطور هنعمله عادي من غير ولا اي زيادة. وبكده بدأت ايه تعمل لنا شكل تلف اهي بقى زي المربع اهو كده مجور اهو بيلف معانا. دلوقتي انا هعمل على نفس الشغل ده اللي هو من غير زيادة كمان 11 سطر. انا ده الطول اللي انا عاوزاه لسن 3 سنين. هخلص الشغل ده وهرجع لكم. من بعد ما عملت ال11 سطر من غير زيادة اتشكلت عندي الطاقية وبقت في الشكل ده، وهو طولها وبقى طولها 17 سنتي. انا هزود عليهم كمان سطرين 3 بغرزة الحشو اللي زي هنا كده، وهكتفي في الشغل. انا هنا اكتفينا خلاص في الزيادة دي، عملنا 11 سطر والطاقية بقت باينة عندي كويس اهو. ودلوقتي هعمل سطر حشو، هرتفع سلسلة وفي نفس المكان هعمل غرزة حشو، وفي كل غرزة هعمل غرزة حشو، وبالفراغ برضو هعمل غرزة واحدة حشو، لأن هرتفع سلسلة وفي نفس المكان هعمل حشو وهكمل. هكمل كده لغاية نهاية السطر اهو. هكمل لنهاية السطر وهنقفله مع بعض وهرجع لكم تاني. انا هنا عملت غرزتين سطرين غرزة حشو، وهكتفي كمان كده في الطول ده. والطاقية عندنا اهو في الشكل ده، هو ده الشكل النهائي بتاعها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وسهل عليكم، وهي فعلا طاقية جميلة وغرزتها حلوة. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم.